السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلب هالة ومطبخ هالة، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايبه لكم صينية فراخ بقى كده زي العسل. معانا بصل وطماطم وتوم وفلفل. دول زي راس توم كده، وعملتها في الهون. وبصل قيمة نص كيلو بصل، ونص كيلو طماطم. طبعا الفراخ انا غسلاها ومنضفاها جدا جدا بالملح والليمون. هنا بقى في الصينية هجيب الصينية بتاعتي الجميلة، واحط فيها اقسم البصل نصين، احط نصه في الصينيه من تحت، وعليه نص كميه الطماطم برضو زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. وكمان نص كميه الفلفل، نحط كمان نص كميه الفلفل ونص كميه الطماطم ونص كميه البصل، كل ده في الصينيه من تحت. طبعا يا حبايب قلبي الفراخ انا غسلاها كويس كويس جدا جدا. هنا معانا معلقه كمون، نصها هنحطه تحت، يعني الاجمالي انت عارفين البهارات دي انا بحط من جميع البهارات، واحط عليها الملح. طبعا تحطوا لو البهارات بتاعتكم من غير ملح، تحطوا كل البهارات اللي عندكم، بهارات فراخ، كركم، كاري، كمون، كل البهارات اللي عندكم. هنا هناخد راس التوم اللي انا دقيتها في الهون دي، وهنحط عليها معلقتين زيت كبار، وتعملوها زي ما بعمل كده. وتجيبوا بعد ما رصينا الفراخ نحط التوم انا عامله وراك النهارده، عايزين تعملوا صدور اي حاجه، الوصفه ينفع فيها وراك صدور اي حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي هاله، التوم توزعوه بالزيت على هم معلقتين زيت، ما تكتروش، لان الفراخ فيها برضو بيكون فيها دهون. طبعا انت هتنغزوها بالسكينه زي ما انا بعمل كده عشان تشرب من الطماطم وتشرب من الحاجات اللي انا هحطها دلوقتي. هنحط بقيه كميه البصل زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وبقيه الفلفل، وكمان هنحط بقيه الفلفل ونحط بقيه الطماطم برضو، كل الكميه اللي احنا كنا سايبينها هنرجع نحطها على الوش تاني. انا هنا لقيت الطماطم مش هتكون كتير، رحت زودت كمان طماطم يا حبايب قلبي علشان تكون تشرب من الطماطم، لان الطماطم هي الاساس في الوصفه دي، طماطم والبصل، لانها هتطيب من غير ولا نقطه ميه، وهتلاقوها دايبه وهتلاقوها زي الفل. طبعا الطماطم زي ما انتوا شايفين حطيتها كلها، والبصل وكميه البصل وكميه الطماطم وكميه الفلفل، وبقيت معلقه الكمون على البهارات اللي انا بعملها. انا بنصحكم تعملوا كده، يعني انا بكل البهارات وبحط معاهم ملح، وبكون خلطتي جاهزه احطها منها على طول بقى، بدل ما اجيب كل البهارات وافتح كل الحاجات. لا، انا بعمل الخلطه دي على طول لكل الوصفات. وهنا ومعانا ورق لوري، ونحطهم ونحط كده معاها مع الفراخ. وهنا معانا دي اختياري، مكعب المرقه ده اختياري، عايزين تحطوه مش عايزين يا حبايب قلبي عادي خالص. ولو شايفين بقى لايك واشتراك وان انتوا عارفينه بقى يا حبايب قلبي. هنا انا كنت حطيتها على النار عالية في الاول يا حبايبي. تعلوا النار اول 5 دقايق كده لحد ما تغلو زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. انا بوريكم التسوية عشان البنات الجديدة الصغيرين الحلوين. وبعد شوية لما نحس ان هي نزلت ميتها، هنوطي عليها يا حبايب قلبي، لان الوصفة دي مش ولا فيها نقطة مية، هي هتطيب مع نفسها كده. هتدوقوا صينية فراخ هتنسوا كل الفراخ اللي انتوا عملتوها قبل كده، وتنسوا كل الوصفات اللي انتوا عملتوها قبل كده بعد الوصفة دي. طبعا يا حبايب قلبي وطينا وسبناها على نار هادية. وهنا كنت انا عملت الرز، لو عايزين طريقته بقولولي. على ما عملت الرز طاب، هندخلها الفرن. هنا مش هنغطيها في الفرن، هنا مش هنغطيها، هنعلي النار من تحت، وان زي ما انتوا شايفين النار من فوق وسط ومن تحت عالية شوية، عشان لو انتوا عايزين فيها الصوص بتاعها فتوطم، لو انتوا مش عايزينه فتعلوا النار. وزي ما انتوا شايفين يا حبايب قلب مراحل التسوية ماشياها معاكم خطوة بخطوة. طبعا لما تشوفوا بسم الله ما شاء الله، لما تطلعوها لفوق كده على وش الصينية بحيث تاخد اللون وتتحمر ويبقى طعمها جميل، وكل حاجة قدام عينيكوا شارحة نفسها، انا مش محتاجة اتكلم.
ودي كانت النتيجة، وكانت بسم الله ما شاء الله وبالهنا والشفا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله.